السلام عليكم اخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وفيديو جديد وحلقة جديدة. ادعمونا باللايك والمتابعة علشان نوصل ل10,000 متابع في اقرب وقت باذن الله. النهاردة بدأنا سلسلة جديدة هنبدأ نتكلم فيها باذن الله. هنجيب لاعب ونتكلم عليه. النهاردة بدايتنا بإذن الله مع أول لاعب، فما تنساش تدعمونا باللايك والمتابعة وتدعي لأخواتنا المستضعفين في غزة، ربنا ينصرهم يا رب، اللهم آمين. يلا بينا كده نشوف ونختار أول لاعب هنتكلم عليه ونقول كده كلمتين في حقه. يلا بينا. النهاردة بإذن الله أكلمك عن لاعب هو خلوق محترم موهوب مجتهد، رجع من الاعتزال أكتر من مرة بسبب احتياج ناديلي. النهاردة جايب لك لاعب مهما كنت سواء أهلاوي أو زملكاوي فالأكيد إنك مش هتختلف معايا على حب الرجل ده. معانا ومعاكم النهاردة نجم نادي الزمالك والخلوق والموهوب والمحترم والمجتهد محمد عبد الشافي. عبد الشافي رجع من الاعتزال أكتر من مرة بسبب حبه للكيان وعشقه لنادي الزمالك. صاحب ال39 سنة واللي جه الزمالك من نادي غزل المحلة سنة 2008. طول فترة لعبه مع الزمالك ما عملش مشكلة واحدة، مفيش مدرب اشتكى منه. تقول له اقعد دكة يقعد، العب أساسي يلعب. مفيش مرة اتكلم على فلوس، مفيش مرة اتكلم على تجديد عقده بمبلغ اللي هو عايزه. لدرجة إن في ناس ما تعرفش صوت شيفو عامل ازاي أصلا. حتى لما إدارة نادي الزمالك أجبرته يروح السعودية علشان يستفادوا بالمقابل المادي اللي هيعود لنادي الزمالك بسببه، راح هناك والتزم وما عملش أدنى مشكلة وما اتكلمش بحرف سيء على نادي الزمالك، بل بالعكس راح السعودية والتزم، ولحد الآن بقى بيتغنوا باسمه وبيحبوه جدا. حتى بعد ما مشي من الفريق لسه فاكرينه حتى الآن وبيتغنوا باسمه كمان. لما الزمالك احتاج محمد عبد الشافي اللاعب رجع بكل هدوء وما عملش أدنى مشكلة مع إدارة نادي الزمالك، وما ساومش بورقة الأهلي في إنه يطلب المبلغ اللي هو عايزه. لأ، ده بالعكس، ده لعب أول موسم ببلاش، وكمان الأهلي كان بيفاوضه في الفترة دي. عبد الشافي قدر يجمع في مسيرته بين 4 صفات بتخص لعب كرة القدم، فهو موهوب مجتهد خلوق ملتزم. ال4 صفات دول بيكونولي أو بيعرفوني المعنى الحرفي لكرة القدم. ال4 صفات دول اجتمعوا في محمد عبد الشافي. لاعب عمره ما شغل باله بالجمهور ولا بتاع لقطة، ولا عمرنا شفناه استفز جمهور. عبد الشافي مش بتاع لقطة ولا بتاع استفزاز جمهور، عبد الشافي بتاع أخلاق، بتاع أدب، بتاع احترام، بتاع موهبة. لو فضلنا نتكلم على عبد الشافي من هنا لبكرة مش هيكفينا كلام عليه. يقال عند الوداع مع السلامة، أين السلامة في وداع المحبين. شكرا محمد عبد الشافي، أسطورة نادي الزمالك مهاريا وفنيا ستظل في قلوبنا والله. بس كده يا اخواتي، دي كانت حلقة النهاردة عن محمد عبد الشافي كأول لاعب في سلسلتنا الجديدة اللي بدأناها، إن احنا بنختار لاعب وبنتكلم عليه، بنجيب إحصائياته، بنتكلم عن أجمل ما يميزه سواء معتزل أو لسه بيلعب لحد الآن. فدعمونا باللايك والمتابعة وصلي على النبي أهم حاجة، والسلام عليكم.